بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. احنا فرحانين بزاف، جد سعداء. اللقب الثالث على التوالي اللي كنهديوه لصاحب الجلالة الملك ديالنا محمد السادس نصره الله، الراعي الأول ديال الرياضة في بلادنا. صراحة احنا استفدنا من السياسة الملكية لأن قاعات تبارك الله، ملاعب، اللاعب المغربي موهوب. هذيك يعني الانفراستركتور المناسبة. خلى احنا مزيانين في هذا النوع الرياضي، رائدين على الصعيد الافريقي، على الصعيد العربي، ننافس على الصعيد العالمي. فتنظن هو نتيجه ديال السياسه ديال البلاد كلها، وكذلك الالمام ديال الجامعه الملكيه بهذا النوع الرياضي، الايمان به. وهذا الشيء اللي وقع حتى في العالم، راه ولات اكثر شعبيه حتى هي مع كره القدم، الحمد لله. فرحنا من الاول حتى الاخر، كانت يعني السيطره من اول مباراه اليوم. لا تسجل غير هدف، تنحسوا اننا راه ما تنكونوش راضيين. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى والمجهودات ديال الجميع، اللاعبين، الاطقم، الجمهور، الصحافه. اليوم راحنا ابطال افريقيا للمره الثالثه، وغادي لا كوب دي موند المره الرابعه على التوالي، اللهم لك الحمد. فبالفعل هي اصلا راها مؤهله لكاس العالم. اليوم غتاكدوا انه حتى حاجه ما سهله. آه، مجهودات كثيره دارت باش وصلنا لهذا المستوى هذا. الا مثلا انا عطيتكم واحد السؤال اللي نعتبر انه واحد القسم فيه مجموعه من التلاميذ، وتلميذ واحد اللي تيجيب المعدل، تلميذ واحد اللي كيجيب 18 ولا 19 والاخرين كلهم ضعاف. فما غنقولوش هذاك التلميذ راه القسم اللي ضعيف، ولكن هو تيدير واحد المجهود. راه نفس الشيء، راه المجهودات اللي تيدير هذا المنتخب باش تفوق شويه على، راه ما تصوروش. تداريب مضنيه، الصباح، العشيه، لو ترافاي سبيسيفيك ما كنحبسوش حتى من اور دات فيفا تنكونوا خدامين عليها. شفتوا هاد الفوارق، شفتوا اننا ديما ضاغطين. عمرنا حنا كنا تحت الضغط. المحاولات اللي تيكونوا علينا امر عادي بهجومات مضاده. اضعف حصه كانت هي 5 الاهداف. بوكو دو ستاج، بوكو دو ماتش اميكو. نقدروا نديروا واحد على بوست واحد كنبقاو خدامين العام كامل. فالمجهودات اللي دارت على مستوى المنتخب كانت كبيره وكبيره بزاف باش ناكدوا القوه ديالنا. وانتم تتشوفوا رغم ذلك راه حنا تنتهيوا الكوب دي موند. اتونسيون، انغولا كانت في المستوى وغادي تكون حتى هي في كوب دي موند، راه لاعبين محترفين. متفق معك انه غادي ناخذوها كارضيه للتهيئ لا كوب دي موند ان شاء الله. الحمد لله. هو انا شرحت لها شحال من مره، هو استقبال الاهداف في الفوتسال امر عادي وعادي جدا. راه هذا استثناء اننا دخل علينا غير بيت واحد في 3 المباريات الاخرين، راه استثناء خدمنا لان كنا كنخدموا على، حنا شوف تنلعبوا بلوك او، تنديروا بريسينغ، وتنلعبوا على ترانزيسيون، لا ضاعت لنا كره فاوتوماتيكمون تتكون معرض للهجومات. راه الحارس ديالنا كان في المستوى اليوم، ولكن دخل بيت واحد. يعني المنظومه الدفاعيه ككل كانت مزيانه. لو بلوز امبورطون ماركينا 5، وفلتنا ضيعنا بزاف. راك شفتوا تبارك الله اللاعبين داروا محاولات. طبعا المباراة النهائية باغيين يجيبوا اللقب، كان شوية مرة تسرع، مرة كيمشيو مع لي زيموسيون ديالهم، ولكن الحمد لله فينالمون ما كانت حتى شي مفاجأة في هاد لاكان هادي بالنسبة ليا. من الأول والثاني والثالث حنا كانت منتظرة بالنسبة لنا. صراحة يعني بزاف ديال العوامل دخلات لأنه باش ننجحوا. ما نتكلموش على الامكانيات لانها كانت مهمه، ولكن الامكانيات راه كانت المنتخبات كاملين. الاستثناء كنظن في هذا المنتخب هذا اللي تنظن انه كنترجاو انه يكون فاعل خير على المنتخبات، لان عندنا مناسبات كثيره هذه السنه المقبله ان شاء الله. شوف العمل والاجتهاد وديك ليدونتيتي ماروكان في التعامل، في لي فيديو، في الاستراتيجي، في الخطط، في هذا مهمه. حنا كاين داك الجانب التقني والتكتيكي مهم حتى هو، وحنا في امس الحاجه لاطر اجنبيه اللي غتساعدنا. ولكن ما تبقى كله خصو يكون في واحد الهويه مغربيه. مثلا الرئيس ديال الجامعه تيجي يتريني معاهم، تيجي يلعب معاهم، تيشجعهم. هاد المسائل كلها لعبات في ايجابي يعني لتطوير هذا المنتخب اللي كان صراحه استثناء. باش يحافظ على اللقب بهذه الطريقه هذه تنظن هو العمل، نقول لك، وشويه ديال تمغربيه في الخدمه. ف انا قلت لكم ديك المره حنا تنعتبروا هذه المباريات يعني بين قوسين بحال شي معركه ديال رياضيه.
وانا خبيت الاسلحه دائما الحمد لله في لي تروا فينال اللي لعبت ديال لاكان. لا في لافريك دو سود كنت يعني خليت واحد السلاح، ثم في هذه واليوم خليت الباور بلاي اللي كان حاسم وفاصل خدمنا عليه. ما كانش عندنا فيه حتى شي تخوف، ما حتى ديك باش ياخذوا الكره خدمنا حتى كيفاش لا ترانزيسيون لا ضاعت لينا. بالعكس فلتنا بزاف الباور، كانت الحصه تكون كبيره وكبيره بزاف. على هادشي اللي قلتي كان شويه داك التخوف كيشوفوا الشبكه خاويه، ولكن من الدقيقه العاشرة واتفقنا في استراتيجي، قلت لهم انايا في الدقيقه العاشرة الفوق غادي ندخل لو باور، بحيث حسبت لهم لي جروب شحال تيدخلوا، شحال ديال الطاقه غادي يستنزفوا. من بعد الدقيقه العاشرة راه ما بق- هما حنا رابحينهم بخمسه ومازالين راكنين للدفاع يعني.